يعني هي دي التوأمة؟ يعني انا مش فاهم، حد بس يفهم، هي دي التوأمة؟ الزمالك وبيراميدز بيعملوا توأمة؟ توأمة في ايه؟ واحد بيديله الدوري، ولو الدوري ما خدوش التاني بيقول له خد المركز التاني عشان تلعب في افريقيا. انتوا بتتوأموا على بعض، ايه ده؟ وبعدين انت يا عم باسيرو، احنا خلاص يعني قربنا متنا من الطريقة اللي انت بتلعب بيها دي. 3-4-3 والتلات مدافعين، اتنقطنا واتشلينا واتجلطنا اكتر ما احنا مجلوطين. لعبت بيها وكسبان 1-0، تيجي في الشوط التاني تروح جاي ساحب محمد شحاته ومنزل لي محمد حمدي. مين محمد حمدي؟ عمل ايه الماتشات اللي فاتت ده؟ خلاص ده ماشي اخر الموسم، تعمل بيه ايه؟ طيب هتسحب محمد شحاته، لما كنت تنزل بالجزيري من البدايه وهات محمد شحاته مكان دونجا. اسحب دونجا، ما بيعملش حاجه في طريقتك دي، لعيب رقم 6 ولا ليه اي لازمه. هو اصلا ملوش اي لازمه، هو اصلا كلاعب كوره هو ملوش لازمه. ما كنت سحبته، يعني اسحبه وهات نزل محمد شحاته مكانه. لا، سحبت محمد شحاته وبعدين رحت رجعت سحبت ناصر ماهر. اللعيبه اللي ممكن تكسبك، اللعيبه اللي هي معاها اللي بتلعب كوره، حتى لو عطلان في الماتش في اي وقت ممكن يخلص لك كوره. انت ايه الفكره في انك تسحب لعيبه الكوره وبعدين ثلاث مدافعين؟ طب ما تسحب واحد من المدافع. ده انت لغايه الدقيقه 89 خسران متعادل، ما تسحب واحد من المدافعين. ده الراجل ده طارق مصطفى دايس على وشك في الشوط التاني، ده انت مش عارف تستحوذ على الكوره. انت ايه الفكر ده؟ مفيش خالص خالص.